لا تمام، اتفضل. انا عارف ان مفيش طريقه تانية تلمنا غير دي. ايه الحركات دي يا عم علي؟ انا قلت هاجي الاقي مصيبه تانية. مفيش مصايب تانية. انا غلطت غلطه كبيره لما جبت واحده فيلة الساحل وديت النصاب الحيوان ده ماتيريال، اشتغلنا كلنا. خلاص يا علي، حصل خير، كلنا بنغلط. وبعدين كلنا اكتشفنا ان ما كانش ينفع نقعد نتحشر في بيت واحد. فيها ايه يعني لو كنا سافرنا وانبسطنا وخرجنا وفي الاخر كل واحد فينا روح بيته وقفل على نفسه الباب؟ عندك حق، بس انا مديون ليكم باعتذار. انا ندمان وعايزكم تسامحوني. ملوش لازمه الكلام ده يا علي، بعدين احنا مش 10 يوم يعني. هونها على نفسك يا علي، محدش فينا زعلان منك. محدش زعلان مني بس انتوا ولا كابل فيكم تمام من ساعتها. ملوش لازمه الكلام ده يا علي، احنا كلنا غلطانين. خلينا فيك انت. انا مش جاي هنا عشان اتكلم عن نفسي، انا جاي علشانكم. انا متاكد ان اللي حصل ده حصل لسبب، وممكن السبب ده يبقى بوزيتيف كمان. انا بصراحه مش شايفه اي حاجه بوزيتيف في اللي حصل يعني. مش يمكن اللي حصل ده خلى كل واحد فينا يعيد حساباته ويكتشف تفاصيل تانية ملهاش علاقه بالنصاب اصلا؟ وجايز ربنا يكون عايزنا نكتشف حقائق ما كناش واخدين بالنا منها، ونتعلم ان احنا ما نشوفش الامور من زاويه واحده. الحقيقه ما بانتش غير لما شفنا الصوره كامله. دي بالذات بقى صح قوي. اسمعيني بس يا مريم، احنا ساعات لما بنحط ايدينا على المشاكل ده بيدي فرصه اللي غلط يصلح غلطته، وفرصه للتاني يسامح، لان كلنا نستاهل فرصه تانية، بالذات لو بنحب. انا هرجع الجونه دلوقتي، بس هسيبكم تاخدوا فرصه تقعدوا مع بعض وتتكلموا وتشوفوا هتعملوا ايه، عشان احس اني عملت حاجه صح وكفرت عن غلطتي. اتكلموا، اسمعوا بعض بهدوء، بنيه صافيه ورايقه. علي قال لما بنحط ايدينا على المشكله بنقدر نحلها، وان كل واحد بيعرف غلطته. وانا عارفه غلطتي الوحيده معاك يا مراد، ان انا ساعات كنت بخبي حاجات عليك، او يعني ما كنتش بتعرف كل حاجه بتحصل في حياتي. والنهارده انا قررت ان احنا نبدا صفحه جديده مع بعض، وانا اوعدك ان انا مش هعمل كده تاني. وانت مش هترد عليا؟ هو انا زعلان منك قوي. عارفه يا مراد، بس انا صدقني ما كنتش شايفه الامور زي ما انا شايفاها دلوقتي. وايه الفرق؟ الفرق ان اليومين اللي فاتوا دول كانوا صعبين قوي عليا. انا بجد ما كنتش كويسه خالص. انت بقيت حاجه مهمه قوي في حياتي.